ويذكر من أمر قصي بن كلاب أن أباه مات وهو في حضن أمه، ونكح أمه رجل من بني عذرة وهو ربيعة ابن حرام، فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام. فلما شب قصي رجع إلى مكة، وكان واليها إذ ذاك حليل ابن حبشية الخزاعي، فخطب قصي إلى حليل ابنته حبى، فرغب فيها حليل وزوجه إياها. فلما مات حليل قامت حرب بين خزاعة وقريش أدت أخيرا إلى تغلب قصي على أمر مكة والبيت. وتوجد 3 روايات في بيان سبب هذه الحرب. أما الرواية الأولى فهي أن قصيا لما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه وهلك حليل، رأى أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة ومن بني بكر، وإن قريشا وهم من أبناء آل إسماعيل وصريحهم، فكلم رجالا من قريش ومن بني كنانة في إخراج خزاعة وبني بكر عن مكة، فأجابوه إلى ذلك. أما الرواية الثانية فهي أن حليلا فيما تزعم خزاعة أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة، ولكن أبت خزاعة أن تمضي ذلك لقصي، فهاجت الحرب بينهما. أما الرواية الثالثة وأن حليلا أعطى ابنته حبى ولاية البيت، واتخذ أبا غبشان الخزاعي وكيلا لها، فقام أبو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبى، وكان في عقده شيء. فلما مات حليل خدعه قصي واشترى منه ولاية البيت بأزواد من الإبل وقيل بزق من الخمر، ولم ترضى خزاعة بهذا البيع، وحاولوا منع قصي عن البيت، فجمع قصي رجالا من قريش وبني كنانة وأخرجوا خزاعة من مكة فأجابوه.